هل المقابر عند الفراعنة فعلا مفخخة؟ عمرك شفت فيلم قديم واحد يدخل مقبرة فراعنة يحط رجله غلط تطلع سهام، السقف يقع والتمثال يفتح عينه وتحس إنك داخل ماتش مش زيارة آثار؟ طيب خلينا نهدى كده ونشوف الحقيقة من غير هوليوود. أولاً، الفراعنة كانوا ناس أذكياء جداً، بس مش أبطال أفلام أكشن، يعني مفيش زرار سري يدوس عليه الحرامي تطلع له نار من الحيطة. بس هل المقابر كانت مؤمنة؟ أيوة. هل كانت مفخخة بمعنى المتفجرات؟ لا. الفراعنة كانوا خايفين على مقابرهم، مش من باب البخل، لا، من باب إنهم مؤمنين إن الروح هترجع للجسم بعد الموت، ولو المقبرة اتسرقت الروح ترجع تلاقي الشقة متنهوبة، تعمل إيه؟ فعملوا إيه بقى؟ اشتغلوا بالعقل مش بالقنابل. أول حاجة، ممرات طويلة وملفوفة، تدخل تحس نفسك تايه في مترو من غير خريطة. تاني حاجة، أبواب حجر تقيلة جدا مش بتتقفل بمفتاح، دي بتتقفل خلاص الموضوع خلص. تالت حاجة، آبار عميقة تفتكرها طريق تنزل فيها تقول ياه ده أنا وقعت في فخ، بس ده مش فخ، ده إهمال منك. وفي حاجة مهمة قوي اسمها اللعنة، كانوا يكتبوا جمل تخوف زي اللي هيقرب هيحصل له مصيبة، وده كان أقوى من أي سلاح لأن الحرامي يخاف ويقفل ويمشي. يعني الموضوع كله حرب نفسية مش متفجرات. طيب ليه الناس فاكرة إن المقابر مفخخة؟ بسبب الأفلام وبسبب شوية حوادث حصلت فعلا، زي ناس دخلت أماكن مقفولة استنشقت غازات قديمة أو وقع عليهم حجر، فالناس قالت أهو الفخ اشتغل، وهو في الحقيقة الإهمال اشتغل. فالخلاصة، المقابر الفرعونية مش مفخخة، بس معمولة بعقل وتخويف وحسابات دقيقة. يعني الفراعنة ما كانوش بيقولوا سيبها على الله ولا اللي يجي يجي، دول كانوا ناس فاهمين ومرتبين وبيفكروا لقدام قوي. الفراعنة ما حموش كنوزهم بفخاخ، حموها بعقل. وانت كمان، مش كل حاجة غالية تتحمي بالصوت العالي، في حاجات تتحمي بالسكوت والترتيب، وإنك ما تسيبش أي حد يدخل حياتك من غير إذن. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اعمل اشتراك في القناة. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.